الزمالك الحظ لا 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 الحظ النهارده كان مع الزمالك، والحظ النهارده عمل للزمالك كل حاجه والزمالك رفضه. قال له يا حظ امشي من هنا. ما تفهمش فيه ايه؟ ما تفهمش فجأة كل دورك في الحياة ان انت تطفش الكورة كده وتلعبها بعيد؟ هو ده الاهلي التعبان؟ هو ده الاهلي اللي مهدد بالهبوط؟ هو ده الاهلي اللي لعيبته تعبانة؟ هو ده الاهلي؟ النتيجة يعني الفرقتين الماتش كان مش قد كده، لكن في اي لحظة كان الاهلي هيجيب 3 وكان هيجيب 4. احنا ليه كده يا جماعة؟ ايه الفكرة؟ انا عايز اعرف ايه فكرة الهزيمة اللي موجودة في دماغنا؟ ايه فكرة ان انت تبقى كسبان اهو؟ انا بقول لك اكسب، انا بقول لك اتقدم، انا بقول لك سيطر. يا جماعة الشوط الاول خالص الاهلي حاجة و60% استحواذ والزمالك حاجة و30% والزمالك هو اللي كسبان. انت مش مصدق، انت ما بتصدقش نفسك. انت عندك لعيبه عظيمه، لعيبه موهوبه، والاهلي نص لعيبته متعوره. ده الاهلي منزل لعيبه كان بقالها شهور وسنين ما بتلعبش. الاهلي مش يعني مش هو يعني ناقصه مين؟ لو امال بقى لو امام عاشور موجود وزيزو موجود، ده في لعيبه مشيت وجت، في لعيبه ماشيه. يعني اللعيب اللي نزل ده وغير نتيجة المباراة ده ماشي، ده راجل ماشي. المدرب اللي موجود